عماد واحد دقيقة. واخا عماد قربنا الوقفة ديال اليوم اخويا، شنو السبب ديال الوقفة ديال اليوم؟ حنا تنسمع عرفنا ان برئاسة سيد الباشا ان مفرقوا عليكم بلايص البارح، كما جا في مواقع التواصل. نعم اخويا، الامور كما شاف الجميع ان ليله البارحه
شهدت سويقات حي خريبكا واحد حمله واسعه من طرف السلطه على اساس غيكون واحد التنظيم واسع اللي من خلاله غادي تخوى الشوارع ونشوفوا واحد المدينه ديالنا كما تتصورها الجميع. ولكن هاد الفئه ديال الباعه الجائلين غادا تنظم وتأطر في هذا المكان بشكل منتظم. لكن اليوم كنتفاجئوا ان الباعه الجائلين للفواكه اللي كانوا تيمارسوا المهنه ديالهم في شارع الامم المتحده، شارع المقاومه، وعلى مستوى شارع محمد الخامس يتم اقصائهم من هذا التنظيم. احنا اللي حاولنا بما فيه الكفايه لايجاد حلول لهاد الناس هادو، ما كاينش حلول. يعني بائعي الفواكه تم اقصائهم من طرف باشا. قال لك السيد الباشا انه 10 الناس، هاد الناس كلهم ديال الباعه الجائلين يبقاو 10 الناس، والناس الاخرين يمشيو للضفه الغربيه يبيعوا يمارسوا المهنه ديالهم. كيف يعقل ان الباعه الجائلين غنصيفطوهم حنا للضفه الغربيه اللي مازال كتعيش العشوائيه وباقا غيقطعوا الواد باش لمن غيبيعوا هاد الخضره هاد؟ وهاد الناس 20 سنه وهي كتزاول المهنه كتنتظر الوعود الكاذبه ديال المسؤولين المتعاقبين على مدينه سليمان. حنا السؤال قال لك هاد البيعه والشريه بزاف، هاد السؤال ما خصوش يطرح علينا، هاد السؤال خصو يطرح على المسؤولين اللي تعاقبوا على المدينه، هما اللي ما لقاوش حلول لهاد الشباب، هما اللي ما داروش فرص شغل باش ما يكونوش هاد الباعه الجائلين. ما كناش غنوصلوا لهاد العدد لو كان هاد الباعه الجائلين لقاو معامل، لقاو بوتينات، لقاو شركات فين غيدقوا الابواب ديالها، ما كناش غنوصلوا لهاد المشكل. ماشي حنا اللي غنجاوبوا على هاد السؤال، هما اللي غيجاوبوا على هاد السؤال. اصحاب الفواكه تقريبا شحال من واحد السي عماد؟ دابا حاليا حسبنا لهم عاد 90، ما قصير حتى شي واحد. شوف ما بين قهوه ديال طنجه يعني على مستوى شارع محمد الخامس والمقاومه والامم المتحده كاين ما يناهز، حنا نحسبوا 100 ديال الباعه الجائلين. خاصنا نلقاو لهاد الناس حلول. ما يمكنش ما بين عشيه وضحاها نقولوا للسيد بح ما بقيتيش انت سير قلب على راسك. اذا شنو المصير ديالنا؟ لان دائما المصير ديالنا مجهول. خاصنا حلول. جيتي عدد الناس علمتيهم خاصكم تخويو الشارع، كلهم استجبوا، نعم كلهم جمعوا بدون نقاش، جمعوا المسائل ديالهم. علاش؟ كانوا تنتظروا بديل كيما شافوا الخضاره. حنا جمعيه وحده فيها خضر وفواكه، كيف يعقل ان الخضر غنستفوهم هما اللي نديسر غنقصيوهم؟ لا يعقل. حنا هادشي غنستمروا فيه سواء تعتقلنا سواء مشينا مع ولادنا، حنا مضحيين صحتنا مشات مع هادشي. العام اللي جا تلقانا في نفس هادشي. خاصنا حلول ترقيعيه، عياونا بالحلول الترقيعيه، ما كاينش شي حل جذري، كاين هاد الحلول الترقيعيه سي سليمان. شنو الشق النضالي يا عماد لما كانش واحد الاستجابه ديال هذا؟ ما يمكنش اننا قلت لك كيما قلت لك ما يمكنش ان هاد الناس كانوا تيزاولوا المهنه ل 20 سنه. كاين اللي كاري، كاين اللي عنده ولاد، كاين اللي كيدير دياليز، كاين اللي فيه خدام على مرته مريضه، كاين اللي مرته حامله. تجي انت ما بين عشيه وضحاها تقول له انت ما بقيتيش، سير انت 20 غندخلوا النموذجي اللي هو اصلا ديال مواليه، 30 تمشي للسليمانيه اللي اصلا هو في الاصل ديال مواليه، 10 يحطوه هنا وما تبقى يمشي للضفه الغربيه. شنو هي هذا؟ ماشي حل، هذا الاقصاء، هذه الحقره كتسمى. حنا في دوله ديال الديمقراطيه ديال الحق والقانون تنطالبوا بالحق، حنا ماشي فوضويين، بالعكس حنا مع التنظيم. نعم للتنظيم، عاش الملك، نعم للتنظيم، عاش الملك، مع التنظيم، عاش الملك، عاش
عماد عماد وجعلوا فينا العافية وجعلوا فينا العافية وجعلوا فينا العافية يا أمير يسأل يا أمير يسأل واشي ماشي محور يا أمير يسأل عماد اذن عماد والوداد سعيد المهم الاخوان كما تشوفوا معنا مسيره الباعة الجائلين كما تيقولوا انهم ما استافدوش كاملين، استافدوا بعض، استافدوا اصحاب الخضر واصحاب البيسير، اصحاب الفواكه اللي ما استافدوش كاملين. هذه الحمله كانت تقريبا من يوم الجمعه بقياده السيد الباشا المدينه سيد سليمان وقائد القطاع الحضريه الاولى. في هذه اللحظات وقفه احتجاجيه اصحاب الباعة الجائلين اللي تيطالبوا كما تيقولوا على اللسان انهم تيطالبوا انهم يستافدوا كاملين وما يمكنش يتخسر شي واحد على التعبير ديالهم. المهم اخوان تحياتي لكم جميعا والسلام عليكم ورحمه الله.